الزمالك بيفرط في كاس الكونفدراليه في النهائي، اتسحب منه فعلا، ما هو تفريط لانه اخر ماتش اتسحب كده، عارفين زي السجاده بتسحب من تحتك. ده حقيقه، اتسحب الماتش، اتسحب والله منه. الناس كلها على السوشيال ميديا شمتانه، بس هقول لك على حاجه، الزمالك خسر في النهائي. خسر في النهائي، ماتش كان رخم على فكره، وخسر في النهائي وعلى ارضه معاك. بس ان جيت للحق نبص بقى على الموضوع من الاول، يعني من كل الموضوع، ما تبصيش من زاويه، بص على الموضوع كله. الزمالك بيلعب طول السيزون من غير دكه، مبدئيا كده اللعيبه بتلعب من غير دكه، كل لعيب عارف في الزمالك انه ملوش مكان، ملوش بديل، الا من رحم ربي، في كام مكان بس اللي ليهم بديل، 3-4 اماكن، لكن الباقيين عارفين كويس قوي ان ما عندوش بديل، فبيلعبوا السيزون كله. على فكره احسن نادي السيزون ده الزمالك، خرج من كاس، خرج من كونفدراليه، خرج من الدوري، ما خدش الدوري على فكره، حتى لو ما خدش هو احسن نادي، والله العظيم عشان اكون صريح معاكم. ما بصوا، لازم الانسان يكون صريح مع نفسه. انا اهلاويه واتقهرت من الاهلي الماتش، يعني السيزون ده كله، فانا بقول لكم احنا مش في المنافسه، احنا مش احسن نادي السنه دي. انا قلت الاهلي محتاج اعاده هيكله السنه دي عشان نرجع اقوى وناخد كل البطولات، لكن غير كده احنا السنه دي ما نستحقش اي حاجه. على فكره الزمالك خد او ما خدش، هو احسن نادي السيزون ده، متحامل على نفسه، اللعيبه، الجماهير بتساند، بجد الجماهير النهارده لقطه تحفه، الجماهير النهارده مهما يحصل بتساند. تيفو الزمالك النهارده كان كيوت، عجبني. النهارده جماهير الزمالك بتساند في كل لحظه، بتساند بجد، بيساندوا اللعيب حتى لما بيقع بيساندوه. باي ذا واي، النهارده الزمالك اتعرض لظلم كذا كوره، الحكم، انا مش عارفه ازاي الحكم، انا مش عارفه اصلا ازاي الزمالك سكت على ظلمه هناك وهنا، يعني دي نقطه انا مش عاجباني. انا ما بحبش النادي الاهلي يسكت على ظلم، ما بحبش اكون بلعب والحكم يجي ويفتري عليا. احنا الحكم كان بيفتري علينا، كنا في دوري ابطال وذهاب واياب برضه واتكلمت، لكن النهارده الزمالك انتوا بجد، انت بتظلموا النهارده الحكم، النهارده ظلم ذهاب واياب. النهارده عبد الله السعيد جاي يعترض سكوت من حقه، راجل كبير في الملعب مش عارف ايه، انذار. طب ما انت ظالم، سيبني اعترض حتى على الاقل، انت مش سايبني اعترض، انت مش عايز حد يقول بم معاك، يعني انت عايز تفضل تفتري وما ينفعش حد يوقفك، اكنك حاجه في منتهى الانانيه، منتهى الظلم، منتهى كل حاجه. انا مش عاجبني، انت مش عاجبني بجميع الطرق، والحكم اللي كان هناك برده كان موريتاني كان ظالم، فانا مش عاجبني ازاي انت بتظلمني حتى في عقر داري. يعني انت عارف انك لما الزمالك اتعرض للظلم قلت عادي، يعني انت مش في بيتك، مش في ارضك، عادي، خايف من الجمهور بيبقى عامل على فكره. انت هنا انا في ارضي وجمهوري وبرده ظالمني، يعني اروح لك فين؟ مش عارفه اروح لك فين بجد، اروح لك في اخر الدنيا طبعا عشان تقول لي الحق؟ لا. النقطه المضيئه النهارده جماهير الزمالك، بجد النقطه المضيئه واللي سابوا عليها جماهير الزمالك. والنهارده السوشيال ميديا بجد اللي شمتانه، كفايه شماته، لان الزمالك عمل اللي محدش عارف يعمله السيزون ده. عشان نكون بس، بصوا يا جماعه، لما مش هتصارح نفسك هتفضل في الغلط، هتكمل في الغلط، هتبني على غلط. انا في حد كتب لي في مره كومنت بيقول لي انا شايف ان الاهلي، هو اهلاوي طبعا، راجل كبير في السن، بيقول لي راجل كبير في السن، انا شايف ان الاهلي ما ينفعش ياخد حاجه السنه دي، عشان لو خد بطوله الدوري السنه دي هنكمل على فشل، هتبني على فشل. انا قلت قبل كده لو ما فيش اساس مش هتعرف تبني. هو بيقول احنا هنبني على فشل السيزون الجديد وهنعمل ان الصفقات بتاعتنا كويسه، واحنا خرجنا من كل البطولات بسبب الصفقات اصلا. بيقول لي انا عايز ان احنا نخرج موسم صفري عشان نراجع نفسنا ونراجع صفقاتنا ومش عارف ايه. ده الحقيقه، لازم نراجع نفسك عشان تبني حاجه كويسه بعد كده وتعيش عليها بقى. ما انت مش طبيعي ان انت كل شويه تفضل تلصم. نادي الزمالك السنه دي عمل انجاز لا يمكن تجاهله، وكفايه شماته. في الاول وفي الاخر نادي مصري بيلعب نادي في الجزائر، كلنا اخوه في الاخر، بس ستيل نادي مصري احنا المفروض نشجعه، فاهمين؟ احنا مش فاهمه بقى السوشيال ميديا قلبت الدنيا على ايه، وكل الاموشات الضحك دي ومش عارف ايه. جينا النقطه فنيه، كابتن مهدي الجمال الناس بيقولوا انت ظالم. على فكره قبل الماتش كذا يوم، انت ظالم، انت وي انت ظلمت محمد ابراهيم على حساب عمر جابر، انت ظلمت محمد عواد على حساب محمد صبحي ومهدي سليمان، انت ظلمت معاكم. انا كنت بتابع الزمالك بقالي تلت الماتشات دي، تلت السيزون ده اتظلموا على فكره، هم اتظلموا. وعلى فكره انا كنت ضد ان محمد ابراهيم يجي في اخر ماتشين وتوقفه وتحملوا الليله. كنت ضد ان محمد عواد ينزل النهارده لمجرد ان مهدي قال اي ضدها. انت بتشيل حد الليله ملوش ذنب على فكره، انا عارفه ده، وقد يعني عارفه ان بتحصل في نادي كتير، ناس بتشيل الليله لناس فاهماها. بس ارجع اقول لك ان عواد صد حته دين كوره حلوه قوي في الماتش بصراحه، انا عجبتني، يعني كانت فكرتني بوسام ابو علي. في كوره النهارده جات لمحمد عواد بعد خروج المهدي بربع ساعه، جات لمحمد عواد كوره فكرتني من واحد اسمه الخلدي جزائري،
فكرتني بوسام ابو علي. وسام ابو علي يا جماعه وما ادراكم ما وسام ابو علي، عجبتني موت. فكرتني بيه، وعواد صدها كون ان عواد ما كانش موفق في ضربات الجزاء ده عادي على فكره، مش موضوع حاجه. وارجع واقول لكم ان الجون الثاني برده اللي هو احسن جون في الجزائر ما صدش، يعني فاهمين، نعدي الدنيا. انتوا لسه عندكم ماتش في الدوري. انا بحب المنافسه قوي والله. على فكره انا حابه السنه دي ان الدوري يكون فيه اللي هو مش عارفين مين هياخد دوري، حباني قوي الحركات دي. محمد عواد، محمد ابراهيم، محمد سيد، الناس اللي شايفينهم ان هم اتظلموا ربنا هيعوضهم، وان شاء الله يعملوا حاجه كويسه في الماتش اللي جاي او الماتشات اللي جايه عموما. غير كده صدقوني حتى لو الناس شايفين كابتن معتمد ظالم وفنان واقع ومش عارف ايه، تفضلكم ماتش. كل بلا 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 مش هيجيب نتيجه دلوقتي. انا عارفه انه ممكن يكون غيظكوا حارقكوا اعمل كل حاجات كتير قوي، بس تفضلكم ماتش. النهارده الناس بيقولوا غلط غلطه برضو ان هو عملها قبل كده، التغييرات خلصت والمفروض يسيب دايما سبير واحد زي استبن كده واحد علشان يعمل تبديلات وكده براحته. هو فعلا مش اول مره يعملها زي ما انتم عملتوا عملها في ماتش قبل كده ودي كانت كارثه، ووقفتوا سيف الجزيري حارس مرمى. انا فاهمه كل ده، بس ارجع واقول لك ان فاضل ماتش. انتوا خدتوا معتمد قبلتوه كباكج فكملوا معاه بقى. فاضل ماتش، اصل انت هتجيب مين مدرب ماتش؟ وبعدين كده كده مين هيرضى يجيلك ماتش؟ والنبي لو رضي وعشان يجي السيزون الجديد وياخد ماتش مش هيبقى عليه حمل او اعباء خساره الماتش، حتى لو خسروا مش هيبقى ليه ذنب. فانت زي ما قبلت معتمد السيزون كله قبله، حتى بظلمه بكل حاجه بقى، بفشله فنيا اي حاجه، انت خلاص قدامكش غير حل واحد. فارجو من الزملكاويه ان هم يهدوا، وقدر الله ما شاء فعل. مش عارفه اقول لكم ايه تاني، بس انتوا والله عملتوا سيزون حلو. انا ما توقعتوش بصراحه، يعني انا على المستوى الشخصي حتى ما توقعتش ان الزمالك يعمل كده. صدقوني ما اتفرجتش على الزمالك في حياتي كلها خالص، مش بتفرج على الزمالك، ما اتفرجتش عليه السنه دي. في عارفين بعد النص كده السيزون لما احنا كان عندنا بصراحه كان بيحصل عندنا مشاكل كتير قوي، لقيت الزمالك عامل اداء حلو، فعايز اتفرج فيه. في الزمالك انت عندكم مشاكل كتيره قوي، فانا عايز اشوف ايه اللي بيحصل في الزمالك. مين الزمالك؟ عارفه الزمالك طبعا نادي كبير، بس مين في الزمالك اللي بيحسب وسط كل ده قادر يكمل؟ يعني مين؟ قعدت اشوف، فبقيت اتفرج على الزمالك على فكره مؤخرا وبتابع اخباره، وساعات بنفسن منكم ساعات بنفسن منكم ومن اللعيبه المترابطه كيوت قوي، واحنا عندنا مشاكل بصراحه، فبيصعب عليا نفسي ساعات بحكت شويه صغيرين، يعني بنفسن شويه اصغر شويه صغيرين بس صدقوني بقيت بحب جماهير الزمالك قوي، عشان جماهير وفيه قوي قوي قوي، ويمكن ده اللي حببني في نادي الزمالك. جماهير الزمالك حببني فيكم والله. هارد لك لنادي الزمالك. ما كنتوش موفقين النهارده، ان شاء الله ماتش الفاينل في الدوري. شوفوا انا بتمنى لكم التوفيق مع ان احنا منافسين، بس عشان تعرفوا انا طيبه والله طيبه بتمنى لكم التوفيق بجد في الماتش الاخير، تستحقوا البطولات دي السنه دي، عشان انتوا كنتوا احسن نادي بصراحه. بس هارد لك ليكم يا جماعه، كفايه زعل بجد.